أكيد رمضان مبارك، نتمنى لكل أحبتنا، كل شعبنا العراقي وكل أمتنا العربية الحبيبة. يا رب ينعاد علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة إن شاء الله، والأمن والأمان، بما أنه نعيش إحنا الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك. يأسفنا أنه نشاهد ونلاحظ ظاهرة سلبية، وهي الاستغلال من خلال غلاء الأسعار، استغلال الناس وغلاء أسعار المواد الغذائية بهذه الفترة وهذه الأيام. أكيد العوائل العراقية تركز على الأسواق والذهاب إلى الأسواق، الناس تروح تتسوق يعني مثل ما يقولون، فيصير طلب على بعض الحاجيات. هنا المؤسف والمؤلم جدا، بالذات أنه إحنا بلد إسلامي وهذا شهر رمضان. نلقى الأغلب، إذا مو الكل، فالأغلب أنه من أصحاب المحال أو التجار يصعدون الأسعار ويستغلون العالم بطريقة مؤسفة جدا، ما تشبه صفات الإنسان المؤمن. ولا كل إنسان اليوم، المشكلة أنه كل واحد بينا اليوم هو يعني يحسب نفسه أنه هو مؤمن وملتزم بكل الأمور الأخلاقية والدينية واللي يفرضها عليه دينه، لكن ببعض الأمور أكو خطوط حمراء، أكو علامة استفهام. ومنها الأمور المادية، من توصل الأمور للماديات لا ينسى الدين وينسى الصلاة وينسى العبادة وينسى الصيام. وأهم شيء هدفه أنه هو إيش قد راح يربح. ما له علاقة لا بالشرع ولا بالدين، ولا أنه دينه فرض عليه أنه أنت إذا تشتغل بالتجارة أنه المفروض رقم أو الربح هو محدد. يعني نسمع أنه الربح ما يصير يوصل لنص قيمة سعر الحاجة الحقيقية. لكن اليوم المؤسف جدا نلقى أبسط الأمور، المخدر، البقوليات، العدس اللي يصير عليه مثلا تركيز على اعتبار محبين للشوربة إحنا وكذا بالفطور، نلقاه صار ضعف وأكثر وأكثر. طيب ليش؟ وين الخلل؟ وين الجهات الرقابية؟ والفقير وين راح يروح وشو راح يدبر أمره؟ يجوز أنا وغيري مدبرين أمورنا أو وضعنا المادي احتمال يتحمل، لكن عندنا إحنا طبقات معدومة من الناس العراقيين للأسف، وهذول الناس بدون شهر رمضان وبدون الغلاء وبدون الاستغلال حايرين بعيشتهم. شلون من يجي شهر رمضان ويصير كيلو الطماطة في 2 وكيلو الكذا في 2 وما شابه. طبعا موضوعنا هو اليوم يتكلم عن الظواهر السلبية اللي نشهدها في شهر رمضان، لكن هذا يذكرنا وهو امتداد لمواضيع أخرى مشابهة لموضوعنا. مثلا بداية العام الدراسي بيش تصير الجنطة مالت الطفل مالت المدرسة، والصدرية مالت البنية، والبنطلون والقميص والكذا، والأمور القرطاسية. أيضا يذكرنا بقرب حلول عيد الأضحى المبارك أو غيره، وملابس الطلعة بيش تكون إذا للمرأة أو للرجال أو للطفل. فهذه الظاهرة احنا اليوم، أنا يعني رجل أشتغل بالإعلام وعلى مدار سنوات طويلة صار لنا احنا بهذا المجال، في كل سنة أنا أطلع بكل رمضان أو عيد أو كذا، أطلع بنفس المواضيع اللي هي متشابهة، ربما تكون متكررة. يمكن المستمعين القدامى يتذكرون يعني هذه المواضيع اللي طلع بها لؤي أو غير لؤي. ليش؟ هذا دليل على استمرار الخطأ واستمرار الشيء السلبي وعدم وجود الرقابة وتفعيلها من الجهات الحكومية، وعدم صحوة الضمير للفرد العراقي. اليوم أنا إذا تاجر أو صاحب محل وأشتغل وأبيع للناس، يعني الناس مدى تتغير، يعني أبو الخطأ مستمر بخطأ ما معناه. إذا ما أريد أطيل أكثر وأخذ من وقت البرنامج، أترك الآراء لكم والهواء لكم، وتشاركونا من خلال أرقامنا اللي ذكرناها قبل قليل. أما موضوعنا وصياغة حلقتنا لهذا اليوم بما يخص الموضوع، فيقول غلاء أسعار المواد الغذائية منذ الأيام الأولى لشهر رمضان. رأيكم بهذا الموضوع؟ منو اللي مر بهذا الموضوع؟ وهل أنتم مؤيدين أنه هذه أمور سلبية